السلام عليكم ورحمة الله. في خبر عاجل: توقيف فريد شوراق والي جهة مراكش ومعاد الجامعي والي جهة فاس. تابعوا التفاصيل. أكدت مصادر مطلعة أن كل من والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق ومعاد الجامعي والي جهة مدينة فاس تم توقيفهما عن مزاولة مهامهما. كان فريد شوراق قد ترقى في أكتوبر 2023 من عامل على إقليم حسيمة إلى منصب والي جهة مراكش آسفي وعاملا على إقليم مراكش. ومن جهته عين معاد الجامعي واليا على جهة فاس مكناس وعاملا على عمالة فاس في أكتوبر الماضي. القرار جاء بشكل مفاجئ دون إعلان رسمي عن أسباب التوقيف، ما أثار تساؤلات واسعة في الأوساط المحلية والإعلامية رغم غياب بيان رسمي يوضح خلفية هذا الإجراء. إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت بشكل واسع صورا وفيديوهات لواليي الجهتين أثناء نحر الأضحية في عيد الأضحى، وهو المشهد الذي اعتبره البعض مخالفا للتوجيهات الملكية الصادرة هذا العام. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أصدر تعليمات واضحة في عيد الأضحى الأخير دعا فيها إلى الامتناع عن نحر الأضاحي على نطاق واسع بسبب ضعف القطيع والظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أنه سيكتفي بذبح كبشين فقط، واحد له وواحد نيابة عن شعبه، كنوع من الترشيد والتضامن مع المواطنين. ويعتقد متابعون أن تداول هذه الفيديوهات والصور لواليي الجهتين وهما ينحران الأضاحي نيابة عن المواطنين في وقت دعت فيه أعلى سلطة في البلاد إلى ضبط النفس قد يكون السبب الرئيسي وراء قرار التوقيف، في رسالة واضحة لتطبيق التوجيهات الملكية والالتزام بالضوابط الرسمية. القرار الملكي كان رسالة واضحة تؤكد حرص المؤسسة الملكية على احترام التوجيهات الصادرة عنها وتكريس مبدأ القدوة والمساءلة في أعلى مستويات المسؤولية الترابية.